يا مساء الجمال، يا مساء الحاجات الحلوة. احنا لما نشوف الحاجات الحلوة دي لازم يكون مساء الجمال وصباح الجمال، وكل الوقت بتاعنا جمال في جمال. بصوا ما شاء الله عليها، قرص بتاعت الافران بطريقة سهلة ومفيش اي تكلفة خالص خالص خالص. يعني ممكن تعمليه بالمية، ممكن تعمليه. هنشوف بقى، هندخل دلوقتي، مش هقول لكم دلوقتي، هندخل على الفيديو هنشوف تركات الرفيعة اللي اتعملت في العجن وفي الخبز وفي المقادير، وكل حاجة اتقالت بالجرام وبالكوباية، وطريقة التسوية وطريقة التشكيل نفسها. وهنشوف مع بعض خطوة بخطوة الحلاوة والجمال ده وصل ازاي للمنظر ده معايا، خطوة بخطوة. والله هيعجبكم جدا، هتقوموا تعملوه حالا من كتر ما هو سهل وما فيهوش اي تكلفة خالص. يعني اخركم العجوة اللي جواه، مفيش اي حاجة هتعملوها اكتر من كده. بصوا الجمال، ما شاء الله ان شاء الله. يا رب يكون الفيديو يعجبكم وتحطوا لايك، علشان خاطر الفيديو ده فعلا فعلا محتاج 1000 لايك، 1000 ايه، 100 ألف لايك. بصوا الجمال، وبصوا الشكل الجديد اللي محطوط مع القرص والافران دي، اسمها ترسة الافران، ومعاها شكل جديد. حتة العجينة اللي اتبقت من غير عجوة، شوف حطيت جواها ايه وعملتها ازاي. بصوا طري ازاي، وما شاء الله على طريقة التسوية فيها. زي ما انتم شايفين في كذا طريقة للتسوية، هوريكم. بصوا طري وملبن، وكل جزء فيه عجوة وطري، وما شاء الله عليه. هيعجبكم جدا ان شاء الله. بصوا في طالع فاتح وفي طالع غامق. بصوا التسوية من تحت عاملة ازاي. بصوا وطريقة قفل القرصة نفسها. بصوا لا لا لا، فعلا فعلا طريقة جميلة وسهلة. وده كمان بصوا برضو شكله جميل قوي، اتعمل ازاي هو كمان. بصوا كلها فيها عجوة، مفيش ولا حتة. هتشوفوا طريقة الايه، التشكيل والعجن والفرد، وكل حاجة هتبقى قدامكم خطوة بخطوة، وان شاء الله ندخل على الفيديو على طول. بصوا المقادير معانا بقى بالكوباية وبالجرام. في عندي معلقة صغيرة خميرة عادل 6 جرام، وفي معلقة خل 10 جرام، معلقة خل كبيرة، كوباية مية أو كوباية لبن. لو حطيتي كوباية مية حطي عليها كوباية، معلقة ونص لبن بودرة، وتكوني نخلاه كويس. ومعلقة كبيرة سمنة تكون هرمية كده 30 جرام. وفي عندنا تمن كوباية زيت، يعني ما يعادل معلقتين ونص كبار. وفي عندي معلقة كبيرة من السمنة 30 جرام، وباكو فانيليا، وربع كوباية سكر ما يعادل 25 جرام. هنشوف بقى مع بعض خطوة بخطوة. هنحط بقى في العجان المقادير اللي قلناها مع بعض. ادي السمنة وادي الزيت وادي السكر واللبن. عاوزين تحطوا لبن حطوا، عاوزين تحطوا مية وحطوا معاها معلقة ونص لبن بودرة، عشان برضه تعزز الطعم وتساعد مع الخميرة. والمعلقة الخل دي مهمة جدا، مع كل عجينة تعملوها لازم تحطوا الخميرة تجربوها عشان تضمنوا ان هي شغالة، لان الجو صعب اوي. باكل الفانيليا. هنحط مع بعض كله في العجان او على ايدك قلنا. ممكن تعملي بالمضرب السلك المقادير السايله دي، وتكون السمنه بدرجه حراره المطبخ، وتروحي حاطه الدقيق عليها بقى بنفس الترتيب كده، وتفضلي تعجني بالطريقه اللي هتشوفيها دي. زي ما قلت لكم قبل كده، تعجني وتريحي وتعجني وتريحي. لو ما عندكيش عجان، لو عندك عجان حطي كله على بعضه، واديه بقى ايه 10 دقايق في المتواصل كده. ريحي والعجان وشغليه تاني لغايه ما العجينه تطلع معاكي طريه وما بتلزقش بالطريقه دي. انا كنت حاساها يعني كانت ماسكه شويه، حط لها معلقه ميه واحده بس عشان اوصل للقوام اللي هتشوفوه ده. لو وصلتوا للقوام ده حسب الدقيق بتاع كل واحد، حسب الدقيق بتاعه، وصلتي للقوام ده خلاص، هي المقادير مظبوطه 100%. بصوا الجمال، بص اهو طريه ومش بتلزق خالص. هنطلعها بقى ونحطها. اهم حاجه تحطيها في مكان دافي. المشكله كانت في الجو الساقع ده، المطبخ مش عايز يدفى خالص، والخميره يعني ممكن تحطي باكو لو انت عندك الجو ساقعه والجو مش عايزه تخمر. في الوقت اللي هي بتخمر فيها بقى حطها في مكان دافي. جبت عجوه، ما لقيتش من العجوه اللي هي ما فيهاش نوى ده، فجبتها مش مشكله وفصصتها وعملتها بمعلقه سمنه وحبه سمسم محمصين، وبرمتهم وجهزتهم. جبت بقى الخميره بعد العجينه بعد ما خمرت، ورحت مقسماها بقى. هشوف بقى طريقه التشكيل، هي اهم حاجه طريقه التشكيل. هنشوف طريقه هتشكل بطريقتين وهنعمل بطريقتين. هنشوف مع بعض خطوه بخطوه ايه الطريقتين اللي هنعمل بيهم الاسهل عشان توصلي للعجوه في كل حته في القرصه. ما شاء الله عليها، طريقة سهلة وجميلة ومش مكلفة، ولا تنزلي ولا تروحي الفرن، وحاجتك نضيفة عاملاها في البيت، وعارفة الطريقة اللي انت اتعاملتي بيها ودفتي بيتك. بصراحة البيت كان ساقعة، والحاجات دي شغلنا الفرن وشغلنا نفسنا والدنيا كانت ما شاء الله زي الفل. ومع كوباية شاي بقى الصبح بعد الظهر بالليل. شفت العجوة شكلها بقت جميل ازاي. القرص بتاعت اسمها ترس الافران. بصوا بطول العجينه هنحط عجوه ونلف عليها كده ونقفل. اهم حاجه تقفلي طرف العجينه كده وتلفي عليها، وتبداي تبرمي بقى، بحيث ان انتي تخليها طويله كده عشان تلفيها
وشوفي برضو وانت بتلفيها لازم تكون في حاجتين مهمين جدا لازم تاخدي بالك منهم. تقفلي الجنب ده القفل ده كويس جدا عشان لما تخمر ما تفكش منك. وتاني حاجة لازم يكون الفتحة الدايرة اللي في النص دي تكون واسعة، لانها لسه هتدخل هتسيبيها تخمر تاني وهتدخل الفرن هتلاقيها قبت، وهتلاقيها الفتحة دي ضيقت مش هتبقى شبه القرصة بتاعة الفرن. فانت عشان خاطر الترسة دي تبقى شكل الترسة بتاعة الفرن تبقى عاملاها بالمنظر ده كده. هنشوف بقى طريقة التشكيل كمان ازاي. في ممكن تعمليها بالسكينة، بس السكينة ما كانتش عملية قوي فجبت المقص. بصي بقى بالمقص سهلة وجميلة ازاي. ما تدخليش لغاية جوه تقصي العجينة كلها، يا دوب بس تفتحي تبين العجوة، يعني تاخدي نص الدايرة دي بالمقص كده. بصي هعملها لك تاني عشان تاخدي بالك منها وهي بتتقص ازاي. هنفرد ونحط العجوة في النص ونلف كده بصي اهي، وتلزقي بايديكي كده. اهم حاجة تمسكي العجين في بعضه وتقفلي برضو من فوق قوي كده، برضو اهم حاجة تقفلي العجين كويس عشان لما يخمر ما يفكش منك. او تبرمي وتطوليها كده وتلفي وتقفلي برضو القفل ده كويس جدا، برضو اهم حاجة. بصوا اهو بنفس الطريقة كده انا بوريكم خطوة بخطوة اهو بالراحة اهو. الفتحة اللي في النص دي برضو ما تضايقهاش، وفي نفس الوقت وانتي بتقصي بالمقص تيجي عند القفل اللي انت قافلاه بايدك ده وما تقصيهوش عشان خاطر ما يفتحش منك تاني. يعني تقصي كله تيجي لغايه القفل ده تبعدي عنه، وما ترصيهم في الصينيه تبعديهم عن بعض، تكوني دهنه الصينيه زيت وتبعديهم عن بعض عشان خاطر لما ايه يخمروا. هنفرد واحده كمان اهو برضو. دي الطريقه الاولى ايه التشكيل. هنشوف بقى الطريقه التانية دلوقتي. بس العجوة برضو لازم تكون ماسكة العجينة من اولها لاخرها وتفردي عشان العجوة تفرد معاكي جوه الترس وتبقى من اوله لاخره كلها عجوة. زي ما شفنا في اول الفيديو كل التروس فيها عجوة مفيش واحدة ما فيهاش اهو. بصوا بنفس الطريقة برضو هنعمل بالمقص اهي. بصوا الجمال. اظن بقى فيش اسهل من كده. قومي بقى يلا هاتي العجين وفي نص كيلو وجربي 4 كوبايات دقيق وجربي، مفيش حاجة اسهل من كده. شايفين ادي بقى الطريقه التانية. بصوا هتبص تفرديها كده، ما تفردهاش قوي بقى زي الاولانيه، يا دوب بس تتني كده وتقفلي عليها على طول فوق العجوه على طول. بصي بنفس الطريقه كده، يعني احنا ما فردناش زي القرصه الفطيره الكبيره الدايره، لا فردناها مستطيل كده وحطينا العجوه ولفينا عليها وقفلناها كويس جدا. اهم حاجه نقفلها كويس جدا زي ما قلنا، والقفل ده يتقفل كويس جدا اهو. شايفين اهو بالمقص برضو بنفس الطريقه، يا دوب نبين العجوه ما نوصلش للاخر اه. ونبعد برضو ايه مسافات متساويه بين كل قصه وقصه. وهنرص بقى شايفين اهو. انا على فكره دول مش نص كيلو كل دول، انا جبت نص كيلو كمان عشان ما شاء الله احنا عندنا نص كيلو مش هيكفي فزودت الكميه. فانتوا قايله لكم نص كيلو عشان اللي عايزه تعمل نص كيلو، عايزه تزودي بقى ضعفي المقادير. هبص بنفس الطريقه اوريكم تاني اهو من قريب اهو. تقفلي قفله واحده بس ما تلفيش ولا تبرمي بقى، يا دوب حطيتي العجوه وقفلتي عليها وفردي بقى اهو. اهو شايفين اهو. برضو القفل اهم حاجه اهم حاجه، لان القفل ده في واحده مني فتحت لما ما اتقفلتش كويس، فدي لازم تتقفل كويس القفل ده. يعني لما بتخمر بتفتح وتلاقي شدت نفسها كده وعليت فبيفتح، لو مش مقفول حلو بيفتح. هنشوف بقى قبل ما ندخلها الفرن كمان هنعمل فيها ايه عشان خاطر تاخد اللون الجميل ده. دلوقتي بقى هنغطيها ونسيبها تخمر تاني علشان خاطر ده الخمر المرة التانية عشان نشوفها بقى. هنا بقى قبل ما بعد ما خمرت هيجي ندخلها الفرن. هنجيب بقى عندنا شربات خفيف وهنحط عليها ندهن الوش كده. ولو عندك مثلا لبن عاوزة تحطي عليها لبن حطي عليها لبن وفانيليا، عندك بيضة وفانيليا برضو، عايزة تحطي نسكافيه ولبن على الوش تدهنيه اي حاجة، وتحطي شوية السمسم اللي بقوا منك. ما عندكيش سمسم مفيش مشكلة. قرص الفران ترس الفرن ما فيهاش سمسم، بس احنا بنحب ندلع بيتنا وعيالنا. بصوا بقى الجمال. انا ما قلتلكوش الطريقه بتاعت اللي هي ما فيهاش عجوه. العجوه خلصت رحت حاطه سكر ولفتها وبرمتها وبقت كده. مع السلامه.